مقال السمك يا جدعان. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الفسيخ العيد خلص واجا الفسيخ بتاع الشغل بتاع المصالح، البور الوحوش. يلا اللي عاوز ياكل عاش اهو، قاعدين تقولوا اعملوا عروض. احلى فسيخ لاحلى ناس في الدنيا. احضروا بس معانا كده ان شاء الله على القناه، وشيروا كده وفعلوا القناه كده وخليها تتحرك كده، وان شاء الله اعمل لكم احلى عروض والله في السمك الوحوش النتي ده. تمام ان شاء الله. مفيش بقى 250 ولا الكلام ده، هيبقى ان شاء الله ارخص من كده باذن الله، عشان ايه؟ كل ياكل فسيخ واللي عاوز يبيع يبيع يعني. صلاة النبي بيتكلم عن نفسه والله العظيم. يا بختك اللي تاخد من دي، من الوحوش دي. صلاة النبي. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. دلوقتي انا ببدا مرحله الغسيل، عشان اللي بيسال بقى ايه نظام التفسيخ في الصيف. دلوقتي بعز الصيف اهو، احنا دلوقتي بننسهر. فكده انا كنت بقول لكم بننسهر، احنا بننسهر اهو. اهو شايفين البوري؟ شايفين؟ فيش فل منشوش اهو، شايفين؟ احمر دم اهو، فل اهو. صلاة النبي عليه. بس برضه لازم نغسله، لان دي نظام وطقوس الشغل بتاعنا، فما ينفعش احنا ايه. طبعا ده اول غسله عشان السمك ايه جايه من مشوار بعيد، عليها ظبط بقى وعليها الحاجات بتاعتها. انا مصور لكم فيديو وانا راكب المكنه وانا جاي، هختصر لكم منه بعد ايه فيديو لقطه كده. واخدين بالكم اهو. صلاة النبي. نغسل مع بعض واقول نغسله ازاي بتاع الصيف. طيب اخوكم بصوا يا اولاد، يعني بعد طبعا ما غسلت الغسله الاولى انتوا شفتوني، هفرجك عشان تشوفوا اكتر كده احسن. بعد ما غسلنا الغسله الاولى انتوا شفتوني بغسلها دي بقى غسله ثانيه. دي خليكم معايا عشان هنولع الدنيا. دي يا حبايب الغسله الثانيه او الثالثه، بس دي اخر غسله يعني اللي فيها النخشوش. يعني بغسل غسلتين اول، وبعد السمك بقى جاي من مشواره طبعا، بقى جاي ايه على الزبط بتاعه مش عارف ايه، بنغسله وبعدين نسيبه شويه كده نص ساعه يهدي زي التخمره كده، وبعد كده اقوم غسله غسله كمان. تمام. اوقع من عليه بقى كل الزبط اللي عليه، على شويه طين على مش عارف ايه يقع. بعد كده اسيبه يصفي يهدي، واروح غسله كمان يبقى فيها النخشوش لحد ما اشوف يعني يكشف ازاي. شوف يكشف كده، شايفين اهو بدعكوا بايدي، شايفين اهو. النظافه حلوه، النظافه حلوه قوي يا اولاد قوي. النظافه دي ملهاش وجود والله العظيم. النظافه هو الفسيخ، النظافه. تاكل فسيخ يبقى بتاكل نظافه، يعني ما تقولش رايح اكل فسيخ. اما تبقى رايح مشوار كده مع واحد صاحبك قلت يا صاحبي نروح ناكل نظافه، ما تقوليش فسيخ. لا بقى ان هي النظافه هي الفسيخ. بعد كده بقى ايه يصفي ايه ميتنا في الحر اهو. انا بكلمكم النهارده في الحر ونفهم مع ربنا خدوا اللي علينا بحالي يعني. تمام. بعد كده يا حبايب بنقوم جايين كده هون ايه نرص السمك على ظهره ونملحه ملحيه خفيفه. اوريكم بملح، هوريكم والله وانا بملح. حاضر هوريكم. بعد ما الملح ملحيه خفيفه كده اهو، نقوم بقى مغطيين عليه وسايبينه 24 ساعه في الملحيه الخفيفه. ينزل دمه بقى وينزل فضلاته وينزل كل ما احنا مش عايزينه ينزل ايه، كله ينزل منه. بعد كده نطلعه بقى ننفضه من العك ده كله ونسيبه يصفي 10 دقائق من قلب الملحيه والكركمان نضاف، ونقوم ملحينه التمليحه الاخيره بقى ونسيبه 5 ايام. السمكه نص كيلو 600 جرام و700 جرام ده اهو، هنسيبه 5 ايام. طبعا نص سحر ولا حاجه والعياذ بالله، بس خبره السنين ما تتقدرش بمال. تمام. اللي عايز له 10 كيلو موجودين، عايز له 15 كيلو موجودين، اكتر من كده ما عادش. انا قلت لكم في اول فيديو ان في كميه ربنا موجود وبفضل الله راح ما عادش يقدر. يا ريت اللي يشوف الفيديو بقى له وقت يلحق، اللي ناقص في حاجه يلحق. تمام. والله يا ولاد قسما بالله ببيع اقل من الناس كلها، ولو قلت لكم بكسب 2 جنيه و3 جنيه والله ما حد هيصدقني، بس ربنا اللي يصدقني، ربنا اللي عالم. تمام. الله يرزقكم ويوسع عليكم ويبارك فيكم يا رب. كل الناس يا رب خير وبركه، المسلمين والمسيحيين اخواتي وحبايبي على دماغي، وربنا يعيني ويقدر له ويجيب لكم كل حاجه يا اولاد. والله العظيم انتوا طيبين ولاد حلال. الله يصلح حالكم يا رب. يلا يا حبايب اخوكم هطلع اكل الحيوان بتاعي وبعد كده جاي نملح سوا. هنملحه النهارده برضه الدنيا حر. تمام. احلى مسا عليكم. طب يا اولاد قلت لكم واحنا بنملح اهو. تمام. انا دلوقتي هنملح تمليحه ملحيه خفيفه زي ما قلت لكم قبل ما اطلع فوق كده. قلت لكم الكلام ده عشان خاطر يا حبايب هنرد ان شاء الله بكره تاني. كان لي عمر في الدنيا هنرد، فاحنا بنرصه كده يصفي بس دمه وميته والحاجات الحلوه اللي انتوا عارفينها اللي احنا مش عايزينها خالص دي. هيصفي الكلام ده كله. بعد كده اللي هو ملحيه تانيه نضيف الكركم. تمام.
بالتحوجة بتاعته بالحبشتكنات دي كده، ونسيبه ان شاء الله 5 ايام. يعني هنا نعد من اول بكره ان شاء الله. تمام. في ميزه يا ولاد ومعلومه هقول لكم عليها بالمره. السمكه الحمصانه الناشفه ده يا ولاد مهما كانت كبيره ما تبقاش حلوه. فاهمين؟ ما تبقاش حلوه. ليه بقى ما تبقاش حلوه؟ بتبقى هزيله. يعني عارفين الراجل اللي بيبقى تحس ان هو يعني هزيل، راجل وماله هدوم بس هزيل تعبان. فهي السمكه الرفيعه او السمكه الناشفه الحمصانه دي راجل تعبان، فاحنا ما نرجعوش في الفسيخ. شايفين؟ ما بقى لها ساعتين زمن وطريات زي في ايدي ما شاء الله. فلما تيجوا تنقوا السمك نقوا حلو. طب في ناس بقى تيجي تقول لي زي ما بيجي على الخاص كده ويقول يا جماعه انا ما بردش على الخاص، يقوموا باعتين لي كلام برضه بس ما بردش. ببقى شغال مش ما بردش. بيقول لك احنا جبناه كبير وكل حاجه وتخين بس ينشف في ايدنا وبعدين عملناه عامل كذا قدر الله اللي عيب واللي مش عارف في ايه. طيب ما احنا قلنا السمك مضروب اليومين دول. يعني انا قلت لما يعني قولوا حماري يا جماعه السمك مضروب اليومين دول، خلي بالكم لو انتوا بتجيبوا من حد وقولوا له يا جماعه السمك لو طلع فيه حاجه نجيبه لك او تصلحوا لنا. فطيب هنقول يا ابو رجب وحاضر ولا حياة لمن تنادي. انا اعمل ايه بقى؟ ما انتش عارف والله اعمل ايه. طيب فكل واحد يا جماعه شاطر في شغلانته ومهنته. ما حدش يحمل حد فوق طاقته. اللي يعرف يملح فسيخ يملح، ما هي خايف او قلقان ان دي لعبه الموت دي بصراحه لعبه موت. خايف او قلقان بلاش شيء حرام. السمك غالي. هو مثلا اليومين دول انا بقول للناس والله يا جماعه جد، بقول للناس انتم حاولوا انتم ما تجربوش في اليومين دول. السمك غالي. السمك غالي والتضحيه فيه صعبه. يعني حد مش هيجرب ان هو يملح وهو ورزقه وكلام من ده. والله انا بقول لا، لان السمك غالي ما عادش ينفع نجيب ونجرب في 5-6 آلاف جنيه. إذا الأول يعني حاجات بسيطة كان ممكن 400 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه بالكتير أوي. دلوقتي والله العظيم بال4 و5000 جنيه. يعني السمك ده هم اللي قدامكم اللي هم ب 5000 إلا 200 جنيه بالظبط. اللي قدامكم اللي هم ب 5000 إلا 200. فإحنا مش عارف رايحين فين والله بجد. يعني أنا ما عمريش اشتكيت من الأسعار ولا حاجة، بس اليومين ده هم انا اتشكيت. مع اني مش عارف اجيب لكم طلباتكم. في منكم اللي بيبقى فهمان وبيصدق ان الحاجه تمام وغاليه ومش عارف ايه وبيتعاون معايا، وفي اللي بيقول لي ماشي انا عارف انه غالي بس عندك انت عودتنا انه عودتك. يعني بجيب لك من الوقت المزرعه بتاعت ابويا. ما هو انا بشتريه والله بشتريه زي ما انت بتشتري انا بشتري. بس انت مش شغلانتك. انا بنقي السمكه كويسه عشان شغلانتي. ربنا اعطاني الموهبه. خدت بالك؟ فلما تبقى انت شغلانتك هتلاقي بقى الموهبه فيه تيجي لك بقى يبقى مصدر رزقك. فربنا يبارك لك بقى ويديك الايه التمييزه اللي انت محتاجها او الميزه اللي انت محتاجها. ف ربنا يرزقني ويرزقكم. انا ما عنديش عارف والله هعمل ايه. انا من قبل العيد والله يا ريت ما اشتغلت. لسه بقول يا حاجه اهو. لان طبعا الناس كل شويه يعملوا لنا عروض يا ابو رجب عروض يا ابو رجب عروض يا ابو رجب. طب انا لازم احترم الناس برضه. فجبت السمك عشان نعمل عليه عروض. اللي عايز ياخد له 10 كيلو ياخد فيهم معايا شويه ولا 15 كيلو ولا حاجه يكلمني. ما معاش كتير على فكره. تمام.